أنا متأكد إنك أنت دلوقتي حاسس بوحدة بشكل ما، كلنا فجأة كده بقينا حاسين بوحدة، وكأن دي حاجة مشتركة ما بيننا كلنا، وكل واحد حاسس بوحدة مختلفة عن التاني، ولكن المشترك ما بيننا كلنا وهي الوحدة. شعور غريب إنك أنت مش مندمج مع المجتمع اللي أنت فيه، حاسس إن في حاجة غلط في العصر الحديث اللي إحنا عايشين فيه ده. واحد من أوائل ومن أهم الأفلام اللي ناقش فكرة الانعزال والوحدة وناقشها بشكل عظيم جدا هو فيلم تاكسي درايفر. فيلم نزل سنة 1976. فالفيلم عدى عليه ما يقارب ال 49 سنة، ولسه حتى الآن الناس بترجع تتفرج عليه وبتتأثر بيه كأنه لسه نازل من قريب. وشخصية ترافيس اللي هو بطل الفيلم بتعكس قضايا كتير جدا موجودة عندنا في المجتمع. ومارتن سكورسيزي مخرج الفيلم جمعها لك كلها وعمل لك باكج كده محترمة في فيلم واحد. كل فريم، كل كادر، كل لحظة في الفيلم ليها معنى بشكل أو بآخر. كل اللي قلته ده كلام جميل وكلام عظيم وبيفخم في الفيلم، بس في حاجة هنا غلط. أنا متأكد إن كتير منكم شاف الفيلم دوت وما حبهوش، شايف إن هو فيلم واخد أكتر من حجمه بكتير جدا. اتفرج على الفيلم وبعد ما خلص قال إيه العبث اللي أنا شفته دوت، يعني إيه ده؟ فتعالى بقى معايا أفهمك واشرح لك كل حاجه عن فيلم تاكسي درايفر، وايه اللي بيخلي الفيلم دوت من احسن الحاجات اللي ظهرت على الشاشه، وخاصه كمان شخصيه ترافيس اللي الهمت كتير جدا من الافلام بعد كده ان هي تعمل نفس الشيء دوت. وليه الشخصيه دي بتعكس كتير جدا من مشاكل المجتمع وبتتكلم عنك انت وعننا بشكل ما. فتعالى معايا سواء شفت الفيلم او ما شفتش الفيلم، الافضل انك انت تشوفه طبعا عشان هيكون كل ما ينحر نشرح ونحلل فيلم تاكسي درايفر. بنبدأ مع الترافيس والكاميرا حرفيا لازقة في وشه، بيبص لحاجة وهتلاقي فيه ألوان حمراء وزرقاء على وشه، بيبص على الناس اللي في الشوارع. وركز معايا قوي قوي في أي تفاصيل أنا هقولها عشان كلها هنحتاجها كمان شوية. بعد كده بنشوف ترافيس داخل المكان بيكلم الراجل اللي موجود هناك، وبيقدم نفسه إن هو عايز يشتغل كسواق تاكسي بالليل. فالراجل بيسأله ليه جاي تشتغل الشغلانة ديت، فبيقول له عشان أنا ما بعرفش أنام بالليل. فالراجل بيقول له حاجة غريبة جدا، بيقول له ما في سينمات بتشتغل بالليل بتعرض افلام اباحيه، ما تروح تتفرج عليها وتجربها. فانت دلوقتي لما تسمع حاجه زي كده هتسال نفسك سؤال، ليه ممكن حد يقول لحد حاجه زي كده؟ فركز في التفاصيل دي، قلت لك ركز معايا. ترافيس بيرد ويقول له ما انا جربتها. المهم ان الراجل بيعرف من ترافيس ان هو كان قبل كده في البحريه الامريكيه وخدم في حرب فيتنام، يعني هو راجل جندي تقيل. فبيقول له املى الاستماره ديت وتعالى بكره تبدا تشتغل معانا. ترافيس بيمشي، بتشوفه بعد كده بيشرب والدنيا لسه نهار حتى، وبننتقل لبيته اللي بتشوف ان الدنيا مش مترتبه، مش في احسن حاله. وتلاقيه بيكتب في مذكراته وبيقول ان الحمد لله المطره نطرت امبارح وشالت كل الوساخه والقرف اللي موجوده في الشارع. وبيقول كمان ان هو بقى بيشتغل دلوقتي اكتر من 12 ساعه في اليوم. بعد كده بينتقل لمشهد تاني وترافيس هو بيسوق وبيتفرج على مدينه نيويورك بالليل في السبعينات. فترافيس بتلاقيه بيقول لك ان كل الحيوانات بتطلع بالليل، من عاهرات بقى لشواذ لمدمنين لتجار مخدرات، كل ده بيطلع بالليل من جنان لفساد. بس هيجي يوم والمطر هينزل ويشيل كل الوساخه اللي موجوده في الشوارع ديت. واللي بعد كده بيقول لك ان هو مش مهتم مين اللي يركب معاه في التاكسي، ونشوفه بيبلبع في برشام وبينظف وساخه الناس اللي بتركب معاه. تعال بقى نوقف هنا ونحلل مع بعض ايه اللي احنا شفناه دوت. من المشاهد اللي احنا شفناها ديت هنفهم ونعرف ان ترافيس دوت شخص وحيد جدا جدا، وباين ان هو ما عندوش هدف في الحياه، لانك انت بتشوفه ما بيكلمش حد وما يعرفش حد، لدرجه ان هو عشان يعبر عن اللي جواه ويطلع افكاره بيلجأ ان هو يكتبها على ورق كأنه هو بيكلم حد او بيحكي لحد، لان حرفيا مفيش حد يسمعه او يتكلم معاه. ما عندوش ولا عيله ولا عنده زوجه ولا اي حاجه، مجرد شخص لوحده في الدنيا. في نفس الوقت بتعرف ان ترافيس دوت كان جندي في البحريه، كان بيخدم بلده في الحرب في فيتنام، اكيد طبعا عانى في الحرب اللي هناك وضحى بنفسه وضحى بحاجات كتير جدا. بس التضحيه دي كلها كانت من اجل ايه بقى؟ من اجل ان هو يرجع يلاقي بلده بعد الحرب ديت، تلاقي ان مدينه نيويورك كلها فساد ودعاره ومخدرات، كلها وساخه. فهل هو دوت اللي حارب عشانه؟ الالوان برضه في الفيلم دوت مهمه جدا وبيستغلها المخرج بطريقه عبقريه. بتشوف الاحمر على عينيه في اول الفيلم وهو بيبص للمدينه بالليل، واللي بيرمز على قد ايه ان هو غضبان من اللي هو شايفه وخلاص هينفجر. وتقدر تقول برضه ان الازرق بيرمز باحساسه بالوحده وان هو بعيد عن المجتمع دوت. ولما كان بيتكلم عن المطره وان هي بتشيل الاوساخ هو كان قصده على الناس الفاسده اللي في الشوارع اللي بتطلع كل يوم بالليل، اللي بيشبههم بالحيوانات. وفي حاجات كتير جدا هتبين لك قد ايه ان المدينه ديت بايظه وفيها استباحه للفساد بشكل غريب. ومثال على كده لما الراجل بيقول له انت ليه ما بتروحش بالليل تتفرج على افلام اباحيه، يعني انت متخيل هو بيقول له ايه؟ وكأن ده العادي في المجتمع. فانت بتشوف شخص كان جندي في الجيش راجع من الحرب ما عندوش هدف في الحياه، وحيد بشكل رهيب ومعزول عن المجتمع، ومفيش حاجه كمان بتخليه ان هو يستمتع، وفي نفس الوقت مليان ومشحون بالغضب الشديد جدا جدا واحساسه بالفراغ اللي جواه دوت.
فدي تقدر تقول ان هي مقدمه لفهم شخصيه ترافيس. في نفس الوقت بتحس ان ترافيس نفسه عقله مش مظبوط، تحس ان هو فيه سنه اختلال او ان هو مش طبيعي، وهتفهم ده اكتر لما تشوف الاحداث الجايه ديت. بعد ما بيخلص شغل بيروح هو للسينما بتعرض افلام اباحيه، بس هو رايح المكان دوت بيعمل حاجه غريبه جدا، ان هو بيبدا ان هو يحاول يتعرف على البنت اللي شغاله هناك بطريقه مريبه، بطريقه هو قد ايه ما بيفهمش بالحوارات العاديه او ما بيفهمش المواقف اللي هو بيحط نفسه فيها، ما بيفهمش التعامل اللي ما بين البشر. فلما البنت دي بترفضه بتشوفه بيعمل تصرف اغرب بكتير جدا، هو ان هو يشتري حلويات وفشار من هناك. يعني انت داخل السينما بتعرض افلام بالشكل دوت، ايه لازمه الحلويات والفشار هنا؟ مفيش فايده. ولكن هو بيحاول يقلد اي تصرف اجتماعي هو شايفه قبل كده، ان الناس بتخش السينما تشتري الحاجات ديت، فبالنسبه له ده طبيعي. فده بيوريك قد ايه هو بيحاول ان هو يكون شخص طبيعي، بس هو مش طبيعي عشان نكون فاهمين. ده غير برضك ملاحظه مهمه، ان هو مش شايف ان هو دخوله مكان زي دوت ان هي حاجه غريبه، لا شايفها ان هي حاجه عاديه وان هي حد بيعمل كده. ودليل على كده ان هو داخل يتعرف على البنت اللي هناك قبل ما يخش، وبيشتري حلويات وفشار كانه داخل سينما عاديه. بعد كده بقى بنشوف ان ترافيس بيقول لك ان هو كل اللي هو عايزه ان هو مكان يروح له او شخص يبقى معاه، وكان ترافيس بيقول لك ان ده الحل الوحيد لمشاكله كلها في حياته. شايف ان هو لو في شخص هيبني له مثلا مكان او اسره، هو دوت اللي هيحل له اغلب مشاكله. ودي الحقيقه فعلا هي الرغبه عند اي بني ادم في الدنيا، ان هو يكون عنده اسره او يكون عنده مكان فعلا يروح له. واللي بعد كده بنتعرف على بيتسي اللي بنشوفها لابسه فستان ابيض، وده بيعكس كلام اللي هو يقوله عليها، ان هو بيقول لك ان هي ملاك نازل من السماء غير البشر الاوساخ اللي ماشيين في الشوارع دول. وبص الراجل اللي قاعد هناك دوت ده مارتن سكورسيزي وهو لسه صغنون. المهم ان باتسي دي بتشتغل لصالح مرشح انتخابي وبتجمع الاصوات ليه. ترافيس لما بيشوفها في مره بيحبها جدا، وبيشوفها ان هي الملاك اللي هتخلصه من كل اوجاعه والامه وغضبه في الحياه. وكلامه عنها بتعكس تناقض شخصيته اساسا، لان هو حرفيا بيصنف الناس اللي هو بيشوفها في الشوارع على مزاجه. فركز بقى في اللي انا هقوله دوت، هو ان دماغه فيها حته كبيره طفوليه، ان هو زي الاطفال ما بيفهمش ازاي ان هو يعبر او ان هو ازاي يبقى شخص بالغ، فده بيخليه يعمل تصرفات غريبه. فهتشوف ان هو واقف بيبص عليها من ورا الازاز بشكل مريب، ولما بتاخد بالها وفي واحد بيروح ان هو يقول له امشي من هنا، يعني بتلاقيه بيجري على طول كانه طفل حد مسكه بيعمل حاجه غلط. المهم بنشوف ترافيس بعد كده بيروح يقعد مع زمايله السواقين، بس بتلاحظ ان ترافيس قاعد بعيد عنهم وكأن في فاصل ما بينهم. ده غير بقى طريقته في الكلام، ازاي ان هما بيحاولوا يفتحوا معاه كلام بس هو ما بيعرفش ان هو يتواصل، منغمس اكتر في العزله والوحده اللي هو فيها. فواحد منهم بيقول له ان هو ممكن يجيب له مسدس عشان يحمي نفسه لو حصل اي حاجه، بس هو حرفيا مش مهتم. وتفكيره كله في اللقطه ديت كان لبيتسي اللي بتشوفه بعد كده لابس ومتشيك واخر الاجه ورايح يتطوع للمرشح الانتخابي دوت اللي هو اصلا ما يعرفوش عند بيتسي. وليه يخش على طول عليها ويقول لها ان هو عايز يتطوع، فهي هتقول له ليه؟ فيقول لها عشان انت اجمل بنت شفتها في حياتي. يعني من الاخر ترافيس بيضرب على طول، وكمان هيطلب ان هي تخرج معاه دلوقتي ويشربوا مع بعض قهوه. فهي هتقول له ليه اعمل كده؟ فالواد ترافيس الخلبوص دوت بيضرب على وتر حساس ويقول لها انا حاسس ان عيونك فيها حزن، حاجه كليشيه جدا بيقولها، ولكن هو فعلا عنده حق. في ظل ان كل الناس حاسين بشيء من الوحده والحزن، فهو بيدخل عليها وبيقدم لها نفسه على ان هو عنده الحل لكل الحاجات ديت، واللي فعلا محاولته دي بتنجح وبياخدها فعلا ويروح المطعم. بعد كده بقى بتشوف ان هو بيقول كلام يفقع من كتر المحن اللي فيه، بس بيتس دي بتكتشف ان هو صريح زياده عن اللزوم. فتلاقي ان هو بيبدا ان هو يهاجم الراجل اللي معاه في الشغل، يقول لها ده وحش وبيحترمكيش. فده بيرجعنا لحاجتين، ان هو طفولي غيران منه، فبيبدا ان هو يدبدب في الارض يقول لها ان الراجل ده وحش وبيحترمكيش والكلام ده كله، هو اصلا ما يعرفوش. تاني حاجه ان هو ما بيعرفش يتواصل اساسا، فيخرب بيت العته اللي انت فيها ترافيس. كفايه كلامه غريب، بس الغرابه الاكتر بقى ان هو بيعجبها، فهو بيستغل الفرصه وبيقول لها ان هم يروحوا السينما مع بعض، فهي بتوافق بس بتقول له ان هي حاسه ان هو متناقض. المهم ان بعد كده بالليل بالصدفه بيركب معاه المرشح الانتخابي دوت، واللي بيقول له ان انت جامد قوي، انا بحبك جدا، وهو اصلا ما يعرفوش، هو بس كل ده عشان بيتسي بتحبه. فالمرشح ده بيساله ايه اكتر حاجه انت نفسك تغيرها في البلد؟ فبيقول له بكل صراحه الوساخه اللي في الشوارع، ما بطيقش الناس، المدينه كلها فساد وقرف. واللي المرشح الانتخابي دوت بيستغرب من صراحته الزياده عن اللزوم ديت. المهم بعد كده بيحصل موقف مهم جدا هنحتاجه تاني، ان بتوقفوا بنت صغيره تركب معاه وبتقوله ان هو يمشي بسرعه، بس فجاه بيجي واحد وبياخدها غصب عنها وبيطلعها وبيرمي له فلوس ويقول له كانك ما شفتش حاجه. وترافيس فعلا ما بيعملش حاجه وبيمشي، بس ركز كويس مع الموقف دوت عشان نحتاجه تاني بعدين. واللي بعد كده ترافيس بيتفرج على المدينه اللي من بره كلها حياه وكلها نور، بس من جوه هي مظلمه وميته
3. المهم ان ترافيس بيتشيك تاني وبيروح لبيتسي، واللي بقى يخرب بيت اللي انت فيها ترافيس، بتشوفوا قد ايه ان هو عنده عته في دماغه ومجنون ومش فاهم حاجه عن التصرفات الطبيعيه للبني ادمين، ان هو بياخد بيتس ديت للسينما بتعرض افلام اباحيه، واللي طبعا بتخرج بعد اول دقيقه وبتجري منه، واللي بيوقفها وبيقول لها انا معرفش انك انت هتتضايقي كده، انا بتفرج على الافلام دي دايما، فيا رجل انت بتعمل ايه؟ فهي بتمشي وبتسيبه. فبعد كده بتشوف ان هو بيكلمها في التليفون، بيتذلل وبيترجى وبيبهدل نفسه عشان ترضى بس ان هي تخرج معاه تاني، لدرجه ان من كتر ما هو بيحرج نفسه وبيذل نفسه ان الكاميرا هتسيبه وهتمشي من المشهد، وكأن المخرج مش عايزك انك انت تشوفه وهو ذليل بالشكل دوت. وحتى بعد كده بيبعت لها ورد وهي بترجعه تاني. طب ما سالتش نفسك هو ليه بيذل نفسه بالطريقه المهينه ديت؟ لان هو ببساطه كان شايف ان بيتس ديت هي الخلاص لكل مشاكله، من راجل ما عندوش هدف في الحياه وكل اللي هو حاسس بيه هو الوحده والحزن والعزله نفسها مدمراه. شايف ان بيتس ديت هي اللي فيها الحل لكل حاجه هو كان محتاجها، وان هي اللي ممكن تحول العالم بتاعه لعالم جميل ويعيشوا في تبات ونبات، وتتشال كل الوساخ اللي موجوده جوه عينيه اللي بيشوف بيها العالم دوت. بس الحقيقه دي هي كرفت له بسبب العبط اللي هو عمله دوت. فاستمرارا بقى للاذلال اللي هو فيه بيروح لها الشغل عشان يكلمها، بعيدا عن ان هم هيطردوه، بس هو هيقول لها حاجه مهمه جدا، بيقول لها انت زيهم. فزي ما قلت هو شاف بيتسي بنظره طفل ان هي الملاك البريء، الحاجه الحلوه الوحيده في العالم كله، فالحاجه اللي هو كان بيشوفها حلوه ديت اتكسرت في اللحظه ديت. واللي بقى بيزيد الطينه بله واللي بيزيد الموضوع سوءا اكتر ان بيركب معاه واحد اللي هو مارتن سكورسيزي برضه، بيخليه يقف في مكان وبيقول له شايف الست اللي واقفه في الشباك ديت؟ دي مراتي وبتخوني دلوقتي في البيت دوت، وبيقول له ان هو معاه مسدس وهيطلع ان هو يفجرها دلوقتي. فده بيثبت لترافيس اكتر قد ايه ان المجتمع مليان فساد واستباحه لحاجات كتير قوي غلط. واللي بتشوفه بعد كده رايح لواحد من زمايله في الشغل اللي كان قايل له قبل كده ان هو ممكن يجيب له مسدس. فترافيس بيقف في نص الشارع بيتفرج على الناس، وهتلاقي ان وشه احمر من كتر الاضاءه اللي عليه، بيبين لك قد ايه ان هو غضبان وقد ايه ان هو ممكن يكون خطير دلوقتي وانه خلاص هينفجر. فبيبدا ان هو يتكلم مع الراجل دوت ويقول له ان هو محبط من الدنيا ديت وعايز يعمل حاجه حقيقيه. فالراجل بيقول له يعني حاجه زي ايه مثلا؟ فترافيس ليه متردد كده وبيضحك وبيقول له ان هو عنده افكار وحشه جدا عايز يعملها. وهنا تبدا انك انت تخاف من ترافيس نفسه. فالراجل بينصحه بقى بايه؟ بيقول له اخرج واسهر واسكر واعمل كل انواع الفسق والفجور بما انك انت لسه شاب، انا بحسدك على شبابك دوت. فبص بقى رياكشن ترافيس اللي هو عجبني جدا، اللي هو يضحك على كلامه ويقول له ده اغبى حرفيا كلام انا سمعته في حياتي. بعد كده بنشوف ترافيس وهو قاعد بيتفرج على المرشح الانتخابي دوت على التلفزيون، وفي نفس الوقت قاعد بياكل اكل كله سكر وخمره، وبيحاول ان هو يلهي نفسه عن افكاره بس هي بتسيطر عليه اكتر واكتر. واللي بيقول لك ان هو بيعاني من الوحده الشديده وان الوحده دي بتطارده في كل مكان، واكتشف ان هو مفيش مفر منها. وكل ده حسسه ان هو في دايره مفرغه من الالم والوحده والمعاناه من غير هدف في الحياه، مرفوض من المجتمع او مرفوض من الشخص اللي هو بيحبه، ما عندوش حاجه عايش عشانها اساسا. فهنا بقى بيقرر ان هو يعمل تحول جذري في حياته. بنشوف بعد كده ان هو رايح يقابل راجل، الراجل ده بيبيع اسلحه وبيوريك كل سلاح معاه، بس ترافيس بياخد حبه اسلحه من هناك وبيقول له انا عايز اشتري كل دول. فالراجل حتى نفسه بيتخض وبيقول له مين مجنون هيمشي بكل الاسلحه دي في الشارع او هيعمل بيها ايه؟ بعد كده بتشوفه وهو بيتمرن وبيجهز نفسه لحاجه كبيره جدا هو مخطط ان هو يعملها، بيحول غضبه والحقد والكراهيه اللي جواه بيستغلها الهدف لحياته. فبتشوف ان هو بيبدا ان هو يمرن نفسه، بيبطل يشرب اي نوع من انواع الكحول، بيبطل الحبوب اللي هو كان بياخدها، حتى بيدرب نفسه تحت النار عشان يقدر يستحمل الالم. خلاص كل حاجه كانت بتدمر جسمه سابها وهيواجه دلوقتي مشاعره ومشاكله راجل لراجل، ويخرج عن زون الراحه بتاعه. حتى بيروح ان هو يتمرن على استخدام الاسلحه ديت، وحتى بيصنع ادوات بتخليه ان هو يخبي الاسلحه ديت تحت الهدوم بتاعته عشان يقدر يستخدمها براحته. بس معلش في حاجه هنا، هو ايه تطور الاحداث الغريب دوت؟ هو اصلا بيعمل كل ده ليه؟ وايه هدفه اساسا؟ هو بيجهز ليه بالظبط؟ احنا عارفين ان ترافيس من قبل ما يقابل بيتسي نفسها وهو اساسا مليان غضب ومليان مشاعر سلبيه بسبب ان اصلا محدش كان بيعامله كويس، محدش كان مهتم لامره. عارفين ترافيس هو الجوكر من قبل خواكين فينيكس فيلم الجوكر 2019، فالمجتمع حرفيا رميه، محدش مهتم، ما عندوش ولا عيله، وحياته كلها متمحوره على ان هو كان جندي في الحرب، بس بلده بعد ما خدمها رمته في الشوارع من غير هويه حقيقيه. وكمان الناس ديت ما عندهاش مثلا دين ان هو يديله اهداف في حياته، فلا نفسه في مجتمع غريب هو اصلا كان بيحارب عشانه بس محدش مقدره ومحدش مهتم اساسا بيه. فهو كان متشبع بغضب شديد جدا. وزي ما قلت برضك ان المجتمعات الغربيه ديت مليانه نور من بره وحضاره وجمال وازدهار، بس من جوه هي فعلا فاضيه وميته، مفيش دين، مفيش هدف كبير ليهم، مفيش حاجه بتوريك انت هتروح فين ولا هتيجي منين، مفيش مرشد لحياتك. ده غير ان هو عصر جديد احنا عايشين فيه بيبعد كل شخص عن التاني. في ناس في وسط المجتمع ده بتحس ان هي
منبوذه زي ترافيس دوت. فكل ده كان عليه، بالاضافه بقى ان جت بيس دي دمرت الدنيا اكتر واكتر. البنت اللي شافها الملاك المنزل من السماء اللي حبها وحطها في مكانه عاليه جدا، وكان في دماغه ان هي دي هتحول حياته لجنه، بس الحقيقه هي رفضته، مش عشان هي وحشه ولا حاجه، هو عشان هو اصلا مخبول في دماغه، مليان اضطرابات نفسيه، في نفس الوقت ما عندوش هويه محدده، ما يعرفش هو مين دلوقتي، هو بيعمل ايه او هيعمل ايه في المستقبل. فده اللي بيخليك تشوفه وهو بيجهز نفسه للخطه بتاعته ديت، بتشوف ان هو لابس لبس الجيش بتاعه، وكانه هو بيدور على اي هويه عنده يتمسك فيها. كل حاجه دلوقتي تمام. بس انا دلوقتي عندي رساله ليك انت كمتفرج، انت لو هتعمل زي ترافيس دلوقتي وخلاص قررت انك انت تقوم دلوقتي وتغير حياتك، تبعد عن كل حاجه غلط بتعملها، تبطل اي عادات سيئه بتعملها في حياتك، تبدا انك انت صفحه جديده بهدف جديد كبير جدا، كل الكلام دوت جميل، بيبان كلام تحفيزي، تنميه بشريه، تغيير حياه، ديفيد جوجنز والحاجات دي كلها. بس في حاجه هنا بقى اغلب الناس بتنساها، وهي اهم من كل الحاجات دي كلها. ايه؟ اسال نفسك الاول ايه هو الهدف اللي انت تعمل كل ده عشانه. عشان لو الهدف اللي انت اخترته دوت سيء وهتاذي بيه نفسك والناس اللي حواليك، فهنا خليك قاعد في عاداتك السلبيه احسن، ما تتغيرش. لازم الاول تفكر فعلا ان الهدف اللي انت تعمله دوت يكون هدف نبيل، هدف كويس، بتطور حياتك لشكل افضل، لهدف احسن. لان موضوع الهدف دوت سلاح ذو حدين، يا اما تستغل الهدف صح وتختار هدف كويس، او انك انت تختار هدف اصلا سيء وهيأذيك وهيأذي الناس اللي حواليك. واللي هنا بقى نرجع تاني لترافيس، اللي بدل ما يودي كل طاقه الغضب واللي جواه ديت لحاجه كويسه افضل، هو لا، ما بيعملش كده اطلاقا. ترافيس بيختار الهدف الغلط، بيقرر ان هو يروح يغتال المرشح الانتخابي، لان هو بالنسبه له كده بيعمل تغيير، وبالنسبه له ان المرشح دوت هو مرادف لبيتسي اللي رفضته وللمجتمع اللي رفضه. وده حرفيا بيفكرني بالمثل الافريقي اللي انا ما اعرفش الصراحه مين اللي قايله، بس انا هنسيبه لنفسي، اللي بيقول لك ان الطفل اللي مش هتحتضنه قريته هيرجع لها تاني عشان يحرقها ويدفى بنيرانها. وده حرفيا اللي ترافيس هيعمله. بيبدا ان هو يراقب التجمعات الحمله الانتخابيه، وبيتكلم مع شويه من العملاء الخدمه السريه اللي هناك، وبيستعد. واللي بيخلينا ننتقل للمشهد الاشهر في الفيلم، هو لما بيقف قدام المرايه وبيكلم نفسه وبيقول يو توك انتو مي، انت بتكلمني انا، بتكلمني انا، انت بتكلمني انا، يو توك انتو مي. وده بيوضح لك قد ايه ان هو عنده دلوقتي عزله ودماغه خلاص راحت. المهم بعد كده بنشوف ان هو رايح لمحل يشتري حاجات، فبيدخل واحد يسرق المحل دوت، فبيقوم ترافيس مطلع سلاح ويقتله. فبما ان الراجل عارفه فبيقول له ان هو امشي انت يا ترافيس وانا ههتم بالموضوع دوت. وخلاص الراجل مات في الارض، بس هتلاقي ان الراجل صاحب المحل بيكمل عليه ضرب بالعصايه من غضبه ان دي خامس مره السنه دي واحد يدخل عليه ويسرقه. فحرفيا باين قوي ان المجتمع بايظ متدمر. بعد كده بتشوفه واقف بيراقب المرشح الانتخابي دوت من بعيد، تسمع منه ان هو بيكتب رساله لامه وابوه دلوقتي، وبيقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان هو مش هيقدر ان هو يجي لهم عشان بيشتغل بسريه مع الحكومه، بس هو كويس ومرتبط ببنت بقاله شهور اسمها بيتسي وعايش بسعاده. ممكن تقول ان هو بيكتب اللي نفسه فيه في حياته يحصل له لامه وابوه كأن دي حياته. وده حرفيا مثير للشفقه قوي. هنتعرف دلوقتي بقى على شخصيه جديده، وهو واحد اسمه سبورت، وهو واحد قواد شغال عنده بنت اسمها اريس. فاكر في اول الفيلم لما قلت لك ان في بنت صغيره ركبت معاه وقالت له امشي بسرعه، بس في راجل جه خدها غصب عنها واداله فلوس؟ هو ده بقى سبورت. ترافيس من ساعه اللحظه ديت كان مهتم بالبنت الصغيره ديت، لان البنت دي شغاله عند الراجل دوت وهي عندها 12 سنه بس، انت متخيل قد ايه؟ فكمان هو شافها ان هي بتحاول تهرب وما عرفتش. المهم ان ترافيس بيدفع لسبورت دوت فلوس عشان يقضي شويه وقت مع البنت ديت، فبيطلع لها وبيقول لها ان هو مش عايز يعمل معاها اي حاجه خالص، هو عايز بس ان هو ينقذها وبيفكرها بالموقف اللي حصل دوت. بس بيلاقيها ان هي تصرفاتها غريبه جدا، بتتصرف كانها لا هي مش عايزه تهرب ولا حاجه، كأن دماغها مغسوله. ترافيس مش فاهم هي مالها، بس بيتفق معاها ان هم يتقابلوا، بس مش بالشكل دوت، لا يتقابلوا عادي طبيعي في مكان عام. فتاني يوم بيروح يقابلها وبتقول ان هي هربانه من اهلها، فهو بيحاول ان هو يفهمها ان هي طفله وبتدمر حياتها مع اوسخ انواع بشر في الدنيا كلها بحاجات مقرفه. فهي بتقول له انت ما سمعتش عن حريه المراه ولا ايه؟ وده حرفيا العبط او اي مسمى عبيط يقنعوا بيه الاطفال الصغيرين عشان يستغلوهم باي شكل ممكن. المهم يعني ان ترافيس بيقنعها ان هي تمشي، بيقول لها ان هي حتى لو حاولت ان هي تمشي هم هيمنعوها، وبيقول لها ان سبورت دوت اسوأ واقذر انسان في الدنيا كلها. بيبدا ان هو يوجه الغضب اللي جواه ده بقى وكرهه ناحيه سبورت شويه. المهم يعني ملخصا الموضوع دوت ان هو بيقنعها وبيقول لها ان هو هيديها فلوس تسافر هي وترجع تاني لاهلها، لانه كمان هيبقى مشغول دلوقتي بحاجه مهمه جدا اللي هي خطته. بس لو تلاحظ بقى ان فجاه ترافيس بقى عنده هدف نبيل جواه، ان هو يكون المنقذ بتاع البنت الصغيره ديت. المهم ان ترافيس بيروح يجهز نفسه لمهمته الكبيره الانتحاريه ديت، اللي عارف ان هو لما يعملها مش هيرجع تاني. فبتشوفه بيحرق الورد اللي كان جايبه لبيتسي، بيجهز نفسه واسلحته، وبيكتب ورقه لاريس البنت الصغيره ديت وبيقول لها ان دي فلوس عشان تهربي بيها، ولما تشوفي الرساله دي تعرفي ان انا مت. وبيلبس لبس الجيش وبيحلق حلقه الموهوك، ودي حلقه كانت معروفه في حرب فيتنام للجنود اللي كانوا بيعملوا مهمات انتحاريه. تشوف ان المرشح بينزل وترافيس بيبدا ان هو يقرب عليه، بيحط ايده في الجاكيت عشان يطلع المسدس، بس
الحراس الامن بياخدوا بالهم منه وبيجروا وراه، فترافيس بيشوفهم بيهرب على طول وبيفشل فشل ذريع جدا في مهمته ديت، فبيقرر ان هو يعمل مهمه تانية خالص وبيتجه لمكان اريس، فبيشوف سبورت القوات دوت وبيقف معاه وبيقوم مطلع سلاحه ويضربه بالنار في نص الشارع. بعد كده بيتجه للمكان اللي موجود فيه دلوقتي اريس ديت، وبيحصل مذبحه جوه البيت دوت، ضرب نار ودم في كل حته، وترافيس بيقدر ان هو يقتل الناس الموجوده هناك، بس بيتصاب بطلقتين واصابات خطيره جدا. وبعد ما بيخلص مهمته بتلاقيه بيحاول يضرب نفسه بالنار بس هم ما بيلاقيش طلق، فالشرطه بتوصل للمكان وترافيس بلقطه ايقونيه مليان دم بيحط ايده على دماغه بيبص للضباط وبيغمى عليه. بنوصل بقى للنهايه اللي غريبه، فركز معايا قوي 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 في النهايه ديت. بتشوف ان ترافيس بيتحول لبطل حرفيا، سواق التاكسي اللي حارب عصابه كامله عشان ينقذ طفله صغيره منهم. فبنشوف ان هو صوره في الجرايد كتيره جدا، بتشوف حتى صور لناس قاعده تتفرج على ترافيس في التلفزيون والاخبار بتتكلم عنه. في نفس الوقت بتشوف وبتسمع رساله شكر كبيره جدا من ابو وام ايريس ديت، بيشكروه على ان هو ازاي بطل انقذ بنتهم ورجعها لهم تاني، وان هي رجعت المدرسه تاني خلاص وبتدرس دلوقتي. وترافيس نفسه بيرجع يكمل حياته تاني كسواق تاكسي سعيد. بتشوف ان حتى بيتسي بتركب معاه بالصدفه في العربيه، وتقول ان هي قرأت عنه في الجرايد، وباين من عيونها في المرايه الاعجاب بيه، وشكل خلاص الامور بقت سعيده وجميله. ترافيس وهيعيش في تبات ونبات ويجيب صبيان وبنات. ولكن فجاه ترافيس بيبص في المرايه وبيتصدم، والمرايه بتعكس اضواء المدينه الحمراء والفيلم بيخلص. فيا الله يا رب، يعني ايه بقى الكلام ده؟ ليه ترافيس بص بسرعه كده على المرايه وانصدم؟ ايه اللي حصل دوت؟ ببساطه النهايه غامضه بس ليها كذا تفسير. ان اولا ان ترافيس اتحول لبطل في نظر المجتمع بعد ما انقذ اريس ديت، ولكن مشاكله النفسيه لسه ما اتحلتش اساسا، هو لسه في دايره الغضب ديت، والفساد اللي جوه المدينه ديت ما اتحلش اساسا، لسه زي ما هو ما اتغيرش، ومشاعر الحقد والكراهيه والغضب رجعوا تاني ليه، لان ما فيش حاجه اتغيرت في المدينه. في برضه تفسير تاني مشهور شويه، وهو ان ترافيس مات اصلا في الشقه في اللقطه ديت، بس كل اللي حصل بعد كده ده كان وهم من دماغه لان اللي كان نفسه ان هو يحصل. ولقطه المرايه ديت بتقول لك ان هو بيفوق من الوهم دوت. سواء كده او كده، فترافيس وفيلم تاكسي درايفر بيسلط حاجات كتير قوي في مشاكل المجتمع. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك والحاجات دي كلها، وتعملي فولو على انستا. وبس كده، سلام.